في تطور جديد ومثير للجدل، خرج الإعلامي الجزائري المعروف رفيق وحيد بتصريحات نارية يتهم فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بمحاولة افتعال قضية ضد المنتخب الجزائري النسوي، وذلك بحسب قوله تحت ضغوط مباشرة من الجانب المغربي. وحسب تصريحات رفيق فإن الكاف يسعى لخلق أزمة انضباطية أو تنظيمية داخل معسكر الخضر، مستغلاً أي ثغرة بسيطة لتضخيمها إعلامياً وقانونياً. الهدف واضح: إرباك المنتخب الجزائري وخلق أجواء من التوتر قبل الاستحقاقات القادمة، يقول وحيد. ووسط هذا التوتر تطرح علامات استفهام كبرى حول دور بعض الجهات في التأثير على قرارات الكاف، ومحاولة تصفية حسابات سياسية على حساب الكرة النسوية في القارة. هل هي مجرد مصادفة أم أن هناك حملة حقيقية تحاك ضد الجزائر؟ وهل ستقف الاتحادية الجزائرية مكتوفة الأيدي أم ترد بقوة وتكشف الحقيقة للرأي العام؟